المغرب دلوقتي واحد من المنتخبات اللي تنافس اي منتخب عالمي وتنافس اي منتخب اي مكان مين هو. الخناقه دلوقتي كلها على شمس الطلبي ما بين الانتر وما بين استون فيلا وما بين ارسنال وما بين يوفنتوس. يعني فور اعلان شمس الدين الطلبي تمثيله لمنتخب المغرب تمت اقاله كيفن فيرمولن. كانت الخناقه اولا ما بين المغرب وبلجيكا، محتاجين نتكلم شويه ونسرد شويه تفاصيل. يعني هي مش خناقه طبعا، ولكن موقف تحس من جوه الحكايه قوي انه لا، هي بيلعب باسم بلجيكا او باسم المغرب او باسم هولندا او باسم المغرب. كل الحاجات اللي عامله كده هتؤدي الى وجود صراعات بعض الشيء. ده حقيقي 100%. بص، طبعا احنا بنتكلم على شمس الدين الطلبي. نجم كلوب بروج واللي تأهل مع النادي. طب ما تيجي قبل ما نقول انجازات شمس الدين الطلبي نبدا الحدوته من اولها. شمس الدين الطلبي عنده 19 سنه، مواليد 2005، وفي شهر 5 اللي جاي هيتم 20 سنه، فلسه شاب صغير جدا. من فتره جاله قطع كامل في الرباط الصليبي. حلو الكلام. المنتخب هو لاعب لكل الفئات العمريه لمنتخب بلجيكا. جاله قطع في الرباط الصليبي، لم يتواصل معه اي شخص من جانب الاتحاد البلجيكي او الرئيس الكشاف، او ما حدش عبره خالص. تعافى ورجع يلعب تاني ورجع مع كلوب بروج، والموسم ده واحد من اميز مواسم. طبعا هو لسه في طور النضج والتطور، فبيتطور موسم بعد موسم. الموسم دوت عامل موسم كويس جدا، شارك في 37 مباراه مع كلوب بروج، وده رقم كبير جدا بالنسبه للعيب عنده 17 سنه يعني. وحينما جاء الاختيار ما بين ان هو يلعب ما بين منتخب بلجيكا او منتخب المغرب، هو قرر ان هو يمثل منتخب المغرب. وطلع والده اتكلم على عبد الله الطلبي، طلع اتكلم على فكره التجاهل من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وانه دوت اثر في نفسية ابنه، وانه قرر ان هو ورودي جارسيا بالمناسبة المدير الفني للمنتخب البلجيكي والمدير الفني السابق لافريقيا اس روما الايطالي، طلع اتكلم تحديدا عن ده. ليه؟ لانه ده بيقترن في نفس الوقت ب اتذكر اسمه بس، كونستانتينوس كاريستاس. كونستانتينوس كاريستاس ده لعيب عنده 17 سنه وبيلعب في جانك البلجيكي، وبرضه قرر الانضمام الى المنتخب اليوناني بدلا من المنتخب البلجيكي. فطلع رودي جارسيا بيتكلم على انه من حق اللعيبه ان هم يلعبوا لمنتخباتهم الام، او من حق اللعيبه ان هم يختاروا دوله ثانيه من خاصه اللعيبه المزدوجي الجنسيه، يعني الدوله الاخرى عشان يمثلوها او يلعبوا بالوانها. بس احنا بنعمل ايه؟ هو بيتكلم على بلجيكا، احنا بنعمل ايه عشان نحاول نقنع الشباب دولت ان هم يجوا يلعبوا معانا؟ في صحيفه مش متذكر اسمها، حاول افتكر لك اسمها، اشارت الى انه كيفن فيرمولن دوت اللي هو رئيس قسم الكشافه ورئيس الملف مزدوجي الجنسيه في الاتحاد البلجيكي اقيل. فور اعلان شمس الدين الطلبي تمثيله لمنتخب المغرب تمت اقاله كيفن فيرمولن، لان هو لم ينجح في استماله او اقناع الطرفين اللي هم شمس الطلبي وكونستانتينوس كريستاس، اسمه صعب جدا، من ان هم يغيروا وجهتهم من المنتخب اليوناني ومنتخب المغرب الى المنتخب البلجيكي. توماس مونيه بالمناسبه كان في حوار مع صحيفه لسواغ، واتكلم على فكره انه احنا هنخسر كتير في الفترة اللي جاية دي كمنتخب بلجيكا، هنخسر كتير العديد من المواهب الشابة والمواهب أصحاب الخبرات من مزدوجي الجنسية اللي هيفضلوا التوجه إلى منتخباتهم الأم ومنتخباتهم الأصلية. ليه؟ هو رجح أو يعني أعاد ده لفكره انه المغرب، هو قال انه المغرب دلوقتي واحد من المنتخبات اللي تنافس اي منتخب عالمي وتنافس اي منتخب اي مكان مين هو. ولما تتساوى الامور كل اللعيبه هترجع لجذورها، كل اللعيبه هترجع لنشأتها والحته اللي جواهم بتاعه العيله والاسره والتقاليد. الكلام وفكره الاقناع كمان، يعني بالظبط اقناع كده. اللاعب نفسه بان انت تمثل منتخب المغرب علشان 1 2 3 4 5، ده اللي كان الكلام عليه يعني 100%. ولما يبقى عندك مشروع واضح، ولما تبقى باني المشروع ده على اسس وليه نتائج على ارض الواقع، بيبقى سهل اقناعك ان انت زي ما حصل مع ابراهيم دياز ما بين منتخب اسبانيا ومنتخب المغرب، وتم اقناعه بمنتخب المغرب. ليه تم اقناعه بمنتخب المغرب؟
خلي بالك ده واحد بيلعب في AC ميلان وريال مدريد، يعني بيلعب في كلاس، سيبك من كلوب بروج وجنك. او بالمناسبه الخناقه دلوقتي كلها على شمس الطلبي ما بين الانتر وما بين استون فيلا وما بين ارسنال وما بين يوفنتوس، يعني عنده عدد كبير جدا من العروض، فهو هيروح لليفل اعلى. بس انا بتكلم اوريدي على واحد بيلعب في ليفل عالي زي ابراهيم دياز. اقتنع ليه ان هو يروح لمنتخب المغرب؟ لان اوريدي عندهم مشروع، لان هم اوريدي رابع العالم، لان هم اوريدي عندهم حاجات صلبه على ارض الواقع، وعندهم مشروع متكامل قدر ان هو الاتحاد بتاع. بالمناسبه عبد الله الطلبي وهو بيتكلم على ابنه قال لك في نفس الوقت اللي كان فيه تجاهل كامل من جانب الاتحاد البلجيكي لكره القدم بحاله ابني ومفيش حد تواصل معاه، مدرب تحت 20 سنه في المنتخب المغربي كلمه وتواصل معاه، مدرب تحت 23 سنه كلمه وتواصل معاه، نائب رئيس الاتحاد المغربي كلمه وتواصل معاه، الاتحاد المغربي بعت له دعوه ان هو يدفع له تكاليف الطياره وان هو يجي المغرب ويلف فيه كل الفاسيلتيز او يلف في كل المؤسسات الرياضيه في المغرب عشان يتعرف على الثقافه ويتعرف على المشروع ويتعرف على كل الحاجات المهمه في الدنيا وياخد القرار بعدها. فده نوع من الاهتمام اللي يخلي اي حد انا تمام، انا اشتريت الموضوع ده جدا، فاهم قصدي؟ فشابوه المغرب على ادارتها للقصه دي، وشابوه على ضمهم لعيب موهبه زي شمس الطلبي، وكجمهور عربي بقى مستنيين منه كتير جدا في الفتره اللي جايه. صحيح. طبعا المنتخب المغربي كل اللي بيحصل ده هو بيديك مؤشرات ان انت بتبني اجيال. وبالمناسبه قصه اللعيبه ابناء اللي عاشوا في اوروبا يعني لكن من مواليد المغرب هي منتشره على مستوى كل القطاعات السنيه الموجوده في المغرب، منتخب شباب، ناشئين، منتخب اول، فخلاص الناس بقت عارفه وفاهمه وفي ارث موجود في القصه دي، فبقى الاقناع اسهل من اي وقت موجود قبل كده. كنت عايز تقول حاجه عن اصابه شمس الدين طلبي؟ ده حقيقي. الخناقه دي كلها آلت الى ان رودي جارسيا تواصل مع شمس الدين الطلبي وحاول ان هو يراجعه عن قراره، شمس رفض تماما، فطلع موضوع الاصابه المفاجئ جدا. استدعاء وليد الرجراجي لشمس الدين الطلبي لتمثيل اسود الاطلس، طلعت تقارير من كلوب بروج بتقول انه اللاعب مصاب ومش هينفع ينضم. اصرار وليد الرجراجي على انضمام شمس الدين الطلبي زي ما اصر على انضمام اسامه الصحراوي على الرغم من اصابته برضه، بتقول انه هو مش مستعد يتنازل في الخناقه او الحرب على حقوقه في ضم لاعيبته، هو مش مستعد يتنازل باي طريقه ايا ما كانت هي. فطلب منهم ان هو يجي ويعمل الكشف الطبي في مركب محمد الخامس او اكاديميه محمد الخامس عشان خاطر هناك في مركز طبي متكامل يعني، واحنا اللي نقرر ما اذا كان يلعب او هو جاهز عشان يشارك ولا مش جاهز عشان يشارك. قعد الشد والجذب، وفي الاخر طلعت تقارير بتقول من مصادر مقربه من النادي بتقول اصل والله يا جماعه هو مش اصابه، هو حمل زائد على العضله الخلفيه، خايفين يتطور الى مرحله الاصابه. ده بعد ما قالت الامور الى ان هو اللاعب هيجي وهنكشف عليه كده كده واحنا اللي نقرر هيلعب ولا لا. خلي بالك من سنه او من سنتين دخل جمال بالماضي نفس الخناقه دي عشان اسماعيل بن ناصر مع نادي AC ميلان، وانا اللي اقرر وده من حقي وهو اللي يجي. عجبني جدا فكره المدرب الوطني اللي عارف حقوقه وعارف انه امتى بيطالب باللعيب وامتى يروح لاقصى درجه وامتى يماين الامور لما يبقى صحيح. مش من حقه فيلعب. في الوقت ده كان مهم اللي الرجراجي عمله في هذا التوقيت يعني. وبالمناسبه حتى لو هو مصاب انا اعتقد نسبة خفيفة يعني اعتقد انه شمس الدين الطلبي هيلعب ان شاء الله دقيقة بالظبط كده، ان شاء الله دقيقة، بس في النهاية خلاص بقى بتاعي نقفل قضي الامر نقفل يعني. القصة دي تماما بقى